يكمل المنتخب الأردني هذا المشوار؟ أكون صريحة معك، هذا الإنجاز مش وليد اللحظة ولا فزعة. نحن في شهر 6 العام الماضي أعلنا بالتعاقد مع الكابتن حسين عموتة وكادره المغربي، ارتئينا لنروح للمدرسة المغربية ونلعب. عم بيلعبوا النشامة بأسلوب تكتيكي مختلف، لأنه سقف تطلعاتنا كان عالي، وأعلنا نحن بمؤتمرات صحفية من العام الماضي أنه نحن هدفنا التأهل لكأس العالم، وكأس آسيا هي محطة إعدادية لهذا الهدف الأكبر. الحمد لله قدروا بفترة بسيطة جدا أنه يتأقلموا مع هذا الأسلوب التدريبي الجديد ويقدروا يحققوا الإنجاز بكأس آسيا. نحن دخلنا بنقول بدنا نوصل أبعد نقطة، ونتمنى أنه أبعد نقطة تكون نهائي أردني قطري بإذن الله. اللاعبين جاهزين، يعني أدائهم كان متصاعد بالمباريات السابقة. بنقدر نقول إنه المعنوية عالية، التركيز للمباراة القادمة موجود، يعني بضل هلا بدنا نقول ملحمة تكتيكية بين كلينزمان والحسونة الكابتن حسين عموتة بكرة. فإن شاء الله هيك بننتظر مباراة ممتعة ويقدموا أداء رجولي، وأكيد سقف الطموح عالي، ما في إشي مستحيل. يعني إحنا عيننا إنه نطلع على النهائي، وهن قدها إن شاء الله. الشباب بدها تركيز ومعنوية عالية وكرة قدم ممتعة إن شاء الله. يوم حسين العمودي، طيب كيف جاء حسين العمودي هيك فجأة؟ كيف؟ ما اجى فجأة، يعني بآخر فترة وبالفترة القصيرة، يعني اشتغلنا بكثب انه نحاول وندرس الخيارات المتاحة. بالآخر بدك انت مدرب عنده خبرة مع المنتخبات الوطنية، خبرة الأندية لا تكفي، لأنه مدرب النادي عنده سنة كاملة وموسم كامل يشتغل على لعيبته، مدرب المنتخب عنده 40 ل 50 يوم بالسنة، بده يكون حدا عارف كيف يطلع يستغل الخامات ويقدر يحقق الإنجاز على الفترة التدريبية القصيرة. طبعا أكيد الثقافة بتختلف، يعني في مدربين دوليين متاحين وخبرتهم يعني أخذوا أكثر من منتخب على كأس العالم، لكن في خصوصية. أنت لما يكون مدرب عربي أكيد بيكون هذا الفجوة أو ما بنتغير مع المدرب العربي، هيك طبيعتنا إحنا. فنحن ارتئينا إنه الكابتن حسين عموتة بتلائم طموحه، بتتلائم مع طموحنا وتطلعاتنا للمرحلة القادمة، وشفنا نجاح المدرسة المغربية. فالكابتن حسين عموتة جاي بكادر مغربي بالكامل، لكن حيكون معه مدرب. من الذي بحث؟ حسين عموتة طلع وحكى أنا عندي ميول إني أدرب برا المغرب. من الذي بحث عن الآخر؟ يعني التقت أنتم غاياتكم، أنتم بحثتوا عن حسين ولا حسين بحث عنكم؟ لا، احنا كان في بحث من الاتحاد الأردني لكرة القدم، ونحط كرايتيريا ونعمل البحث، وبعد يعني الكابتن حسين رسل خيار عليه لأنه البروفايل تبعه متناسب وبتناسب مع خصوصيات المرحلة القادمة. يعني فيصل بصراحة قديش المدة هاي اللي بلشتوا تدوروا؟ مدة انت بتقولي قصيرة كلمة نسبية، قصيرة ممكن تكون سنة. طلع يعني نحن فيش إشي هيك وليد اللحظة، يعني صحيح نحن تواصلنا معه بآخر فترة، بس نحن عمالنا ندرس ومنقيم وإحصائيات فنية لكل المنتخبات الوطنية. حتى في المرحلة الماضية عملنا دراسة شاملة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم اسمها Technical Development Scheme، ودرسنا الوضع الفني للمنتخبات الوطنية كافة وللكرة الأردنية، وفي كتيب 180 صفحة، وين نقاط القوة وين نقاط الضعف، بنش ماركينج حتى مع اتحادات أخرى. فنحن عارفين واقعنا، وين نحن، شو تحدياتنا، وين الفرص المتاحة اللي نحن لازم نغتنمها، وإيش نقاط الضعف اللي لازم نبني عليها. فهو التفكير الفني صار له فترة، بس يمكن البحث المكثف بالفترة القصيرة قبل انتهاء. طيب مثل ما حكى يمكن المدرب الجديد، هي مغامرة لكلا الطرفين، ولكن بحاجة لجهد، والإمكانيات موجودة. بدنا نوفرها الإمكانيات، يعني صحيح أهم شيء الموارد المالية، والمنظومة كلها بتعاني من شح، بس بغض النظر ما بنقدر نضلنا نحكي إنه إحنا ما عندنا الموارد المالية، عندنا هدف وبدنا نسعى له، وكاتحاد حنحاول نوفر البيئة اللي بيحتاجها المدرب الجديد عشان يقدر يحقق النجاح، من معسكرات تدريبية، من تقنيات وتطبيقات، من علوم رياضية، سبورت سايكولوجيست، محللي الأداء، كل شيء بيحتاجه المنتخب الوطني الأول يعني لتحقيق الإنجاز. للمدرب 100% بالآخر هو الشخص الفني، نحن ما بنتدخل بالأمور الفنية، هو المسؤول وهو المحاسب. ومش بس الاتحاد الأردني بده يحاسبه، في شارع رياضي كامل عم بتطلع على الأداء المرحلة القادمة. بس سميحة عندنا مواهب، يعني عندنا شباب واعدة قادرة
وقد هذا التحدي. بدنا شويه ايجابيه، يعني الموجه الايجابيه اللي حسينا فيها في الاسبوع الماضي بدنا نكمل فيها، لانه بالاخر المنتخب بيمتد روحه من الجماهير. بدناش نكون كثير قاسيين عليهم، خلينا نعطي المدرب فرصه في المرحله القادمه يعرف لاعبينه، يشوف الخامات الموجوده عندنا. يمكن اول محطه خلينا نعتبرها كاس اسيا 2023 والمسيره تستمر نحو 2026. متى سيتم الاعلان عن الجهاز الفني الجديد؟ يعني هلا المدرب ومساعده تم الاعلان عنهم خلال المؤتمر الصحفي، وهل سيكون اي شخص من اللي كانوا موجودين بالجهاز الفني سيبقى متواجد مع المدرب حسين عموتة؟ نحن الكادر كله جديد، من عامل اللوازم للهيد كوتش. اعلن امبارح بالمؤتمر الصحفي عن كادر مغربي بالكامل مع الكابتن، من مساعد مدرب لياقه، محلل اداء، ومدرب حراس مرمى. رح يكون في مساعد للمدرب الثاني اردني جنسيه، لانه طبعا بدك ناس كمان قريب على اللاعبين، قريب على يمكن اطباعنا وثقافاتنا، فحيكون في مساعد مدرب اردني مع الكادر. بس نحن تغيير بالشامل، لانه بدنا فريق على قلب واحد، هدفنا كبير، طموحنا كبيره، وبدنا نوفر كافه سبل النجاح اللي بيحتاجها المدرب. بكل تاكيد. طيب، الكابتن عدنان حمد في اخر تجمع او قبل اخر تجمع للمنتخب الوطني اكد انه تم التجديد معه للبقاء مع النشامة. هل كان هناك تطمينات للكابتن عدنان حمد قبل هذا المعسكر الأخير أنه هو سيستمر في التواجد مع المنتخب؟ وهل كانت، يعني تحدثتي عن أنه المرحلة المقبلة بدها تغيير، فشو اللي خلى الاتحاد يحس أنه هذا التغيير كتير مهم في هذه اللحظة، خصوصا أنه الكابتن عدنان حمد في المرحلة الأخيرة حقق، يعني بنقدر نحكي أمور إيجابية مع المنتخب الوطني، وتحسن تصنيف المنتخب أيضا في التصنيف الدولي؟ 100%. يعني نحن ما بننكر الدور اللي لعبه الكابتن عدنان في المرحلة الماضية. اجى ولبى النداء بعد خروجنا من تصفيات كأس العالم في مرحلة كتير حرجة وبعد الكورونا. كمان اشتغل على تحسين تصنيف المنتخب الوطني الأردني، من مرتبة 96 نزلنا ل 84، وهلا يمكن نوصل 80 بتصنيف الفيفا. أدى أداء مشرف بكأس العرب بفيفا أرب كاب، كانت شفنا مباريات صربيا الأخيرة. في استقرار بأداء المنتخب الوطني الأول، وعم بيمشي بخطوات مطمئنة. بس نحن هلا بندخل بمرحلة ثانية. نعم. فكرنا انه نجدد بمدرسه كرويه جديده، بدنا يمكن نهج ثاني عشان نقدر ننافس سميحه. نحن بنطلع ما في ولا منتخب تقدر تستقلي فيه في الوقت الحالي، ونحن دائما نوصل لاخر مرحله. يعني اخر مره وصلنا للملحق وقلنا راحت علينا، نحن المره ما بدها تروح علينا، بدنا نحط كل اسلحتنا وكل مواردنا وامكانياتنا لنحاول نحقق هذا الهدف. واذا بنطلع على باقي الدول، نحن عم نحكي صار في 8 بطاقات تاهل من خلال اسيا. صحيح. بس مش شيء سهل بنفس الوقت، لأنه كل الدول عم تشتغل. إندونيسيا تعاقدت أو بدها تتعاقد مع وكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، فالكل بده يشتغل وبده يخطف هاي بطاقة التأهل. فنحن يعني لازم نكون شرسين واجريسيف بالمرحله القادمه، وبالاخر التوفيق عند ربنا. يعني احنا بنقدم كل اللي عندنا، بس فعلا بدنا الجميع يساندنا بهاي المهمه، ونحاول نسخر الامكانيات. بحاجه لملاعب، عارفين نحن واقع ملاعبنا، لازم نساند الانديه، لانه بالاخر مدرب المنتخب بياخذ اللاعبين 40 يوم بالسنه. صحيح. من باقي الوقت هن بانديتهم، فالانديه بحاجه لدعم. بدنا الرعاه، يعني هلا نحن حنطلق ان شاء الله في الاشهر القريبه مع قروب ابتداء التصفيات حمله لدعم المنتخب الوطني الاول. فهون ندعي الشركات يوقفوا حول هذا المنتخب، ندعي اللاعب رقم 12 الجماهير يكونوا موجودين معنا بالملاعب، لانه رح نبلش نلعب بنظام الهوم انوي، وبشهر 11 اول مباراه للمنتخب بالتصفيات. صحيح. يعني الاهداف والتطلعات مع المدرب الجديد اهمها هو التاهل الى كاس العالم. صحيح، والاداء المشرف ان شاء الله بكاس اسيا. نحن اخر مره وصلنا الدور الثمانيه، ان شاء الله نقدر نوصل للسيمي فاينل. وعقد المدرب مش قصير الامد، يعني احنا حطينا لمرحله 3 سنين، نعطيه فرصه انه يطلع هاي المواهب ويصقلها بالفريقنا الحالي. اكيد، لانه كل خطه بدها وقت لحتى انها تنحط وتتنفذ وتشوف نتائجها. ونحن ما عم نبلش من نقطه الصفر، أكيد. نحن عم نبني وبنكمل على ما وصلنا والبرنامج اللي كان محطوط لاعداد المنتخب رح يضله زي ما هو بنفس اوقات يعني نفس توقيت المعسكر رح يضل مثل ما صحيح. نحن هاي السنه معظم مبارياتنا مع فرق اوروبيه كانت، لانه يمكن
يمكن السنة الماضية كنا بدنا نرفع تصنيف المنتخب. هاي السنة وأهدافنا إنه الفريق يلعب مع فرق أوروبية، يحسن مهاراته، أداؤه الفني، يلعب مع فرق أدائها الفني أقوى. وشفتي يعني صربيا فريق مش قليل، ومنتخبنا قدر يقدم أداء جميل، ولسه بدنا نشوف ملامح العام القادم وإيش المباريات النوعية إن شاء الله اللي بدنا نقدمها للمنتخب. إن شاء الله نتمنى التوفيق لاتحاد كرة القدم.